يلا شعيب الكبير كبير يا سيدي. اهلا بكم. اجي واش شتي هادشي اللي وقع؟ واش سمعتي الصداع اللي داروا الدراري مع كرواتيا؟ حبس كلشي. هادشي اللي عاد تشوف اليوم ماشي غير ربح عادي. هذه رساله قاصحه لكل واحد كان تيشك في المواهب ديالنا. وليدات اكاديميه محمد السادس لكره القدم جاو عندهم الكرواتيين دارهم وراهم الفن ديال الكره المغربيه الحقيقي. اليوم غادي نعيشوا الاجواء، غنشوفوا الفرحه، وغادي نجاوبوا على واحد السؤال: واش بصح هاد الاكاديميه هي اللي غتخرج لينا ملوك المونديال الجاي؟ خليك معايا، هذه الحلقه فيها الحماق وفيها الفخر المغربي. يلا نبداو من الاول. فاش كنهضروا على كرواتيا تنهضروا على مدرسه عالميه خرجت مودريتش وراكتيتش، وفاش كتمشي تلعب ضدهم كاع المحللين كيقولوا المهم هي المشاركه. ولكن دراري الاكاديميات المغربيه كان عندهم راي اخر. هذا الفوز اللي حققوا اليوم على الفريق الكرواتي راه ماشي صدفه، هادشي هو نتيجه ديال سنين ديال الخدمه تحت الشمس، بالعرق، تماره، بالنواض بكري. تبارك الله على الدراري، واكلين التيران، لياقه بدنيه طالعه، تكتيك واعر، والاهم من هادشي هو الجرينتا المغربيه. شفتوا هذيك اللقطه فاش سجلنا الهدف؟ وشفتوا الروح القتاليه؟ هادوك ماشي غير لعابه، هادوك مشاش صغار باغيين يطيروا. الاكاديميه اليوم ولات مصنع حقيقي، وبدينا كنشوفوا ثمار الرؤيه الملكيه اللي عطاتنا نايف اكرد، نصيري وناحي. ودابا كنشوفوا هاد الجيل الجديد اللي جاي بحال الطوفان. تطور الاكاديميه وصل لواحد المستوى اللي كيخلع الاجانب. تخيل معايا، كرواتيين بقاو غير تيشوفوا ومصدومين، ما فهموش كيفاش اللعابه صغار كيدوروا الكره بهذه السهوله وهذه الثقه. هذا الفوز هو تنبيه للعالم بلي المغرب ما بقاش غير مشارك، المغرب ولا كينافس وكيربح الكبار في عقد دارهم. ودابا اجي نهضروا على الفرحه. واش تتصور اللقطات ديال الدراري مور الماتش؟ هذيك غير الفرحه ديال بصح، فرحه ديال تماره اللي جابت النتيجه، العناق بين اللعابه، الروح اللي كاينه في المستودع ديال الملابس. هذيك هي العائله اللي هضر عليها الركراكي. والمغاربه يا سلام، السوشيال ميديا شعلات، التعليقات كلها فخر ودعوات مع هاد الوليدات. المغاربه محتاجين بحال هاد الاخبار اللي كتتفرح القلب. فاش كنشوفوا الرايه المغرب مهزوزه في كل مكان، وكنسمعوا باللي اكاديميه محمد السادس غلبت مدرسه كرواتيه عريقه، كنحسوا باللي الكره المغربيه بخير، وباللي المستقبل غيكون مشرق اكثر من الحاضر. هاد الفوز هو غير البدايه، هاد الوليدات هما الامل ديالنا، هما اللي غنشوفوهم غدا في المنتخب الاول، هما اللي غيهزوا لينا الراس في التظاهرات العالميه. تحيات كبيره لكل واحد سهر على هاد الاكاديميه، وتحيه كبيره لهاد الدراري اللي شرفونا. نتوما يا جيش الجيران، شنو بان لكم في هاد الاداء؟ شكون هو اللعاب اللي لفت انتباهكم في هاد الماتش؟ واش تعتقدوا باللي هاد الجيل يقدر يوصل لبعيد اكثر من جيل قطر واكثر من الجيل اللي غادي يشارك 2026؟ خليو لينا الاراء ديالكم في التعليقات، وما تنساونيش اللايك والبارطاج باش كلشي يعرف باللي ولادنا راهم ملوك، باش كلشي يعرف باللي ولادنا راهم ملوك في اي تيران امشاو ليه. نتمناو لهم ان شاء الله مسيره موفقه، وتبقى دائما يعني المملكه كلها افراح. ولا فيديو لاحقه وراكم الله.